الراجل كان يتمنى يشوفني حاجة، وانا كنت اتمنى اوريله ان انا حاجة، لكن هو مات. ركبت القطر وراجع اسيوط، والاحلام في دماغي كتير. هبيع ال2000 دول واشتري 4000، وابيع ال4000 واشتري 8000، وابيعهم واشتري العربية. احلام يعني، رحت بخيالي رحت مكان بعيد خالص. وصلت البيت انا فاكر الفجر، وافتح الكروت، احط الكارت في الموبايل. الكارت 2 جيجا، الكارت 2 جيجا، قاري بس 100 ميجا. قلت مش مشكلة، كارت بايظ لسه فيه 1999. احط الكارت التاني بايظ. فهي كانوا في علب كده، العلبة فيها 50. طلعت ال50 الأولانيين ورحت مجرب تاني، الكارت ما قراش خالص. ومن نهاية الشركة نصبت عليا. ال2000 كارت كلهم بايظين، فيهم 1900 مش شغالين خالص نهائيا، وفيهم 100 كارت فيهم 100 ميجا بس. والكارت ما 100 ميجا دي كانت يعني ما اعرفش 3 4 اغاني تقريبا او حاجه زي كده. طب يا جماعه هنعمل ايه؟ خلاص يلا نستعوض ربنا وخلص الموضوع. فاحنا 3 شركاء، انا و2 تانيين. واحد كان شغال في مجال الموبايلات اصلا، قال خلاص يعني انا مش هستورد تاني، هجيب من التاجر اللي انا بشتري منه جوه مصر وخلاص. صاحب التاني مدرس، قال خلاص يعني انا ماليش دعوه وهرجع للتدريس، يعني هو اصلا مدرس. وانا بقى يعني مش عجباني شغلانه التدريس، شغلانه نمطيه جدا وما بتكسبش فلوس خالص. وبقول لكم يعني زي ما قلت، يعني ما كانش فيها مكسب غير 17 جنيه، 17 جنيه تقريبا، ما فيش مكسب. هي بتصرف على الشغلانه اساسا، وانا مش لاقي لي شغلانه. يعني انا مش عارف اتحط في قالب، يعني مش عارف اعمل ايه. قفلت على نفسي كذا شهر عشان اسدد الديون اللي عليا من وصلة الانترنت اللي كان بتجيب 700 جنيه في الشهر. ومحبط طبعا جدا، الحلم كبير والطموح كبير والامكانيات ضعيفة جدا، مش عارف اعمل ايه ومش طايل اي حاجة. وسط التوهة ده هي ربنا اذن ان والدي يتوفى، وكأن ربنا بيقول لي خلاص واجه المشاكل دي مع نفسك لوحدك. ودي يعني، وده كان اصعب اختبار بالنسبه لي بصراحه. يعني ما عملتش حاجه، ما وصلتش لحاجه. الراجل كان يتمنى يشوفني حاجه، وانا كنت اتمنى اوريله ان انا حاجه، لكن هو مات. وهو امكانياته كانت ضعيفه، ما سمحتليش ان هو يامن مستقبلي. فانا اتحطيت في النص، انا مش عارف اعمل ايه. خلاص الله يرحمه. الراجل قبل ما يموت عمل كل اللي هو يقدر عليه، نصحني على قد ما اتعلم وعلى قد ما ربنا اداله من معلومات، نصحني. وانا كنت رافض كل نصيحة بما يرضي الله. يعني انا كنت بصراحة رافض كل نصيحة، مش سامع كلامه، مش بعمل حاجة. وناس تقول لي يمين وانا امشي شمال. اقدار بقى. انا نفسي ابويا يفتخر بيا باي انجاز عملته، بس انا كنت ضايع. يعني ما فيش اي حاجة، وحياتي كلها كبوات، وعمال احاول وافشل واحاول وافشل، فما كانش في اي حاجة. عشان كده مع كل انجاز بعمله عيني بتدمع لوحدها من غير سبب، او ممكن يكون لسبب خفي، ان انا بقول لابويا انا عملت حاجة وكان نفسي تكون معايا، بس يعني ربنا اذن يعني. بس دي ارادة ربنا يعني.